على بالكم بلي هذا اللاعب الجزائري رفض نادي ريال مدريد على جالكم نتوما؟ دير ابوني وتبعني. ما كانش واحد يرفض نادي ريال مدريد في العالم، اي لاعب يتمنى يلعب مع ريال مدريد. في عام 1958 كان كاين واحد الجوار جزائري اسمه مصطفى زيتوني، كان ديفونسور في نادي موناكو الفرنسي، وكان يلعب مع المنتخب الفرنسي، وافضل مدافع في العالم هذاك الوقت، وين يبان راموس معاه. وفي واحد الماتش لعبت فرنسا مع اسبانيا، دي ستيفانو كونتر مصطفى زيتوني حط دي ستيفانو في جيبو، وتعرفوا دي ستيفانو كان اسطوره تاع ريال مدريد خاوتي. مول الماتش جا سانتياغو برنابيو، كان هو بيريز تاع هذاك الوقت، راح عند زيتوني وقنعه باش ينضم للريال، وزيتوني مدلو قبول شفهي. مي صرات حاجه خلات زيتوني ما يروحش للريال. قبل كاس العالم 1958 في السويد، الجزائر ختموا فريق جبهه التحرير ولا المنتخب الوطني دركا باش يعرفوا القضيه الجزائريه في العالم. كل واحد كان يستعمل الطريقه تاعو في الكفاح. المهم زيتوني هرب مع مخلوفي من تربص